هتعمل ايه يا شقيق لو فتحت باب بيتكم لقيت موبايل فيه كل حياتك من وانت عيل صغير لحد اللحظة اللي انت فيها دي؟ الخيال اهم من المعرفة. افتكر الجملة دي كويس عشان هنحتاجها في اخر الحلقة. ده سمير عليوة، رئيس قسم الائتمان في بنك استثماري كبير. سمير نموذج مثالي للموظف المحترم، رول موديل موظف. وطبعا انت عارف يا شقيق انك بمجرد ما بتلاقي الوظيفة المناسبة بتتجوز وتخلف، وبمجرد ما بتتجوز بتنسى احلامك وهواياتك اللي كانت طول الوقت بتخلي فيه معنى ليومك. سمير على الرغم ان حياة الموظفين سلبت منه كل شيء هو بيحبه، الا انه قدر يتمسك بهواية واحدة بس، وهي جمع الجرايد القديمة والاحتفاظ بيها. هواية غريبة شوية بس هنحتاجها برضه في الاخر. سمير عليوة رايح البنك في يوم لا بيه ولا عليه، وقالوا له الاتش ار عاوزك. طبعا انت عارف الاتش ار مش هيعوزك غير في كل ما هو موت وخراب ديار. وبالفعل لأسباب لا يعلمها سمير، إدارة البنك قررت تستغنى عن خدماته. سمير أول حاجة فكر فيها ساعتها هي مهتاب مراته اللي طلباتها كتير قوي. سمير ساعتها مش هيلاقي حد يروح يتكلم معاه ويحكي له غير أمه اللي ما بيخبيش عليها حاجة، وأمه ما كانتش بتقول له أي حاجة غير إنها بتفكره بالبينج بونج. البينج بونج اللي كان بيحبه لدرجة إنه هيخش يعيط في الحمام ويقفل على نفسه لو ما راحش التمرين. وطبعا سمير مش شايل هم حاجة غير ازاي هيلبي احتياجات مهتاب وعياله الاتنين، لحد ما بيحصل البلوت تويست ده. الاصليين بيختاروا سمير عليوة عشان يشتغل معاهم. مين هم الاصليين يا شقيق؟